السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. عايزه اقول لكم بقى، جبت لكم النهارده حاجه انتشرت في الوقت دوت كتير. كتير مننا بدأ يتكلم عنه، فعايزه اقول لكم دي تستحق الكلام اللي هو بيتقال عنها ولا لا. هتقولوا لي ايه هي؟ ادخلي في الموضوع. هدخل في الموضوع على طول. الحاجه ديت اللي هي الكريستالة اللي هي بتاعت ازالة الشعر. الكريستالة ديت على فكرة ليها مميزات وليها عيوب. اول حاجة، هي بتشيل الشعر ولا لا؟ ايوه، هي بتشيل الشعر، بتشيله زي اي حاجة احنا بنستخدمها، اللي هو مثلا عندك زي الشيبنج العادية. عادي خالص، بس هي مش بتشيل الشعر اولا من جذوره، هي بتقطعه زيها زي الشيبنج او اي وسيلة احنا بنستخدمها. طيب، عايزه اقول لكم على حاجه. اولا، انت لما بتيجي تستخدميها انت بتبلي ايدك او بتخلي ايدك رطبه، وبعدين بتحركيها حركات دائريه على الجلد، وبتعمليها برفق وبهدوء، لانك انت ممكن لو عملتيها بعنف ديت ممكن تسبب لك التهابات او تجرحك او تعمل لك احمرار. عفوا لصوت الدوشه اللي بره دي. المهم، فهي كويسة من الناحية دي. لكن هي مش بتقلل الشعر زي ما بيقولوا، لا عادي الشعر بيطلع عادي. في ناس الشعر بيطلع بسرعة، نمو سريع، وفي ناس لا. بصوا انتوا لو تلاحظوا اهي، مش عارفة باين ولا لا، اهوت في شعر صغير خالص. هي فعلا بتطلع الشعر. سعرها دلوقتي عامل 75 جنيه. فديت حاجة كويسة. زي ما قلت لكم، ممكن البنات اللي هم سن 12 سنة 13 سنة، اللي هم بيعانوا من كثافة في نمو الشعر بشكل كبير، ممكن يستخدموها. دي كويسة، بس يستخدموها اللي هو من خلال ماما او حد كبير عشان ما تجرحهمش، او يستخدموها بطريقة غلط. الأداة ديت هي تستخدم لحاجتين بس، اللي هو الايد والرجل. ما ينفعش ابدا ان احنا نستخدموها للاماكن الحساسه. وده كان الريفيو عن الكريستالة اللي هي بتاعت ازاله الشعر بكل صراحه. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في فيديو جديد.